عبد الله يا دماك يعيد الكرة الدماك إلى خالد صلاح، بعد ذلك يرسلها إلى فايز الحارثي. مرة إلى السنة من الفئات السنية والجيل الذهبي والإنجازات الكبيرة على مستوى الناشئين، وهذه ملفتة للنظر كما كان حقيقة الفريقين هذا الموسم. يعني ذكرنا بأن تشابه كبير في المواسم السابقة، يعني بدأ الشيء بعد ذلك أمام الدرعية البعبع الثانية هذا العام ب3-1، وانتصر أمام أنا سهلة يستعيدها لاعبي التقدم. الضيوف انتصروا مرتين على هذا الملعب، لا يخسر على هذا الملعب. أي عرضية، تعود الكرة الآن إلى دفاعات نادي حطين. البحث عن لاعب المنتصف في المقدمة، تعود الكرة سهلة. إبراهيم في الجانب الأيمن، فايز الحارثي يبدأ الهجوم. إيفواري رولاند بعد أن سطعت وشعت نجوم كثيرة على مستوى اللاعبين من هذه المنطقة، على مستوى منتخبات وعلى مستوى أندية كبيرة، الأندية الكبار كلها، لكن المنطقة لم يمثلها. هو هداف تاريخي الآن، اقتراب لاعبي التقدم من بعض الآن. هذا يعطي فرصة للوصول إلى مرمى حطين وإلى مرمى محمود اليوسف، وهي دفاعات يعيدها رولاند لكن بلا متابعة. ترسل التمريرة المباشرة، مرر إلى أحمد أو إلى رولاند، لم يستفد من كرته وعادت بعد ضايعة لكنه لم يودعها المرمى. راوغ حارس المرمى لكنه سقط بعد ذلك في فرصة يعني يخطر كرات حطين. وين يا سلمان؟ يعيد الكرة إلى البرازيلي، يأتي بالمساندة. يونسيما يرسل كرة، يمتاز بالكرات الطولية العالية، يمتاز هذا الرواندي اليونسيما. هذه اللقطة الماضية اللي أبعدها فايز الحارثي. جابر سالم راس الحربة يعود إلى الوراء، يعطي المساحة في الجانب الأيمن. هذه العرضية، تأتي العرضية الأول، 3 تسديدات كأكثر لاعبي التقدم والضيوف تهديدا لمرمى السوري محمد. تسديدة تأتي، المتابعة تأتي الآن، عادت إلى الجانب الأيمن. هذه العرضية والراسية لو تركها حتكون خطيرة جدا. فايز الحارثي سيكون في الجانب الأيمن، أرسلت التمريرة محمد الزهراني والعرضية والمتابعة تأتي. ثامر الحربي يأتي بديلا لفايز الحارثي.